عمرك قررت تبدأ دايت ولقيت أول حاجة مخك رايح عليها إنه عايز ياكل شيبسي وشوكولاتة دلوقتي حالا؟ اللي بيحصل ده بسبب الفرق ما بين حاجة اسمها الانستنت جراتيفيكيشن والديليد جراتيفيكيشن. علشان نعرف يعني إيه الحاجات دي وإزاي بتأثر في قراراتنا اليومية، اتفرجوا على الحلقة دي، يلا بينا. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أنت تخنت كده ليه؟ أنا سيسو بي، والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا موجودة في حياتنا كلنا، وهي الانستنت جراتيفيكيشن أو الإشباع الفوري. يعني إيه الانستنت جراتيفيكيشن ببساطة كده؟ هو سعي مخنا إن هو يحصل على مكافأة بسرعة، أو يحصل على ريورد بأسرع طريقة ممكنة. يعني ايه الكلام ده؟ احنا اتكلمنا قبل كده حوالين فكرة الريوردز، وفكرة ان مخ الانسان الطريقة بتاعته لتعلم الاشياء هي either البوزيتيف reinforcement او النيجاتيف reinforcement. يا اما بيتعلم الحاجة لان هو لما عملها حصل له مكافأة وتم الاحتفاء بيه، او ترجمة ده جوه المخ ان خرج نيورو ترانسميترز بيدوله احساس بالسعادة واحساس بالانجاز، مش ترجمته حاجة حصلت في اللي حواليه regardless اللي بيحصل حواليك ايه، او انه عمل حاجة فحصل نوع من انواع العقاب، او حد زعق فيه، حد whatever، فبرضه ترجمته ان هو افرز نيورو ترانسميترز، افرز مواد كيماوية جوه المخ بتقوله انك بلاش تكرر السلوك ده تاني. ده بشكل مختصر جدا 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 عن الواقع وعن قد ايه العملية دي سبحان الله معقدة وعظيمة. واحدة من اكتر الحاجات اللي موجودة في مخ اي انسان على وجه الارض هي سعيه الدائم للريوردز، سعيه للمكافآت، سعيه ان هو يفرز المواد الكيماوية اللي بتديله احساس بالانجاز وبالسعادة. طيب المخ بيحاول دايما يتحرك على الحتة دي، عايز يشوف هيجيب ريوردز منين. فلو عنده طريقين، طريق هيجيب له الريورد دي كمان 10 دقايق، وطريق تاني هيجيبها له كمان 4 ساعات، تفتكر هيختار انهي؟ طب لو الموضوع اتصعب شوية وبقى عنده طريق هيجيب له الريورد دي النهاردة وطريقة هيجيبها له كمان سنة، تفتكر هيختار انهي؟ هو ده بالظبط فكرة الانستنت جراتيفيكيشن او الاشباع الفوري، او السعي للفرحة السريعة عن الفرحة المؤجلة حتى لو انجازها اكبر. لان المخ مش فارق معاه قوي فكرة الانجاز ده كبير ولا صغير. انت عندك انجاز معناها ان انا خرج كيماويات معينة عندي قالت لي ان انا كده فرحان. لو الانجاز ده بعيد فمعنى كده ان انا محتاج اقعد فترة طويلة الكيماويات دي ما بتخرجش، فما بحسش بالشعور الحلو اللي انا عايز احس بيه. طيب انا اعرف، انا كمخك اعرف سلوكيات تانية بتخلي المواد دي تفرز دلوقتي. فلو انت عايز تمشي يمين وتروح تعمل سلوك معين او تعديل سلوكي معين على حياتك، انا هشدك واقولك تعالى نمشي شمال، علشان السكة الشمال دي فيها حاجات هتخلينا نحس الاحساس الوهمي للانجاز بس دلوقتي حالا. تعالوا نخش في التفاصيل ونخش في امثلة واقعية من حياتنا. اشهر مثال على ده لو انت بتحاول تقول انا ناوي اظبط اكلي، ناوي اخس، ناوي ابدأ تمرين، ناوي اعلي البرفورمانس بتاعي، اعلي الليفل بتاعي في التمرين اكتر، فده محتاج مني التزام اكتر بشكل معين، محتاج تظبيط اكل بشكل معين. انت نفسك في قميص عجبك قوي في محل ودخلت تقيس ولقيت الزراير مش قافله، فقلت طيب ده تمام، ده هي ظبطت اكل 2-3 كده هتخلينا انزل 2-3 كيلو اللي مخلين القميص ما يقفلش،
فهبقى مبسوط جدا 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 لو القميص ده قفل عليا. انت عندك فرح، مناسبة مهمة، اشتريت لها الفستان من فترة وجيتي تقيسيه قبلها بشهر لقيتيه ما بيقفلش، فقلتي خلاص انا الشهر ده بقى هظبط سلوكياتي، هعدل فيها علشان اوصل للنتيجة اللي هتخليني مبسوطة وفرحانة جدا جدا ان انا شكلي حلو ولابسة الفستان اللي بحبه اللي انا شاريه مخصوص في المناسبة دي كمان شهر. طيب في اللحظة دي، واكيد انت وحضرتك وسيادتك عديتوا بالتجارب دي قبل كده، ده مش مجرد حاجة تتخيلوها. ايه اللي بيحصل او ايه اللي حصل لما حاولت تعمل الحركة دي؟ ما طلعش كده نسناس وصوت صغير بيزن جوه دماغك كده بيقولك طب والشوكولاتة، طب والشيبسي، طب والبيتزا، طب والبطاطس المحمرة، طب ما جاتش من النهاردة، طب ما جاتش من المعلقة دي، طب ده ماما عزمانة اكسفها يعني، طب ده خالته طبخة الاكل ده مخصوص عشان بحبه اطلع راجل قليل الذوق ومكلوش، طب دي صاحبتي العروسة نفسها عزمانة في بيتها على الحنة اقول لها لا انا مش هاكل في فرحك، عايزني يعني ابقى سخيف كده. الصوت ده كان هدفه ايه؟ هتقول لي ده صوت وحش ومؤذي وعايز يعطلني عن هدفي وعايز يبعدني عن حلمي وبتاع، ماشي تمام مش مختلف معاك يعني، بس this is one way to see it، يعني ده وجهة نظر محترمة جدا مهمة جدا ضروري تبقى معانا على الترابيزة واحنا بنتكلم، ان الصوت ده عايز يعطلك عن هدفك، صح؟ طيب هو عايز ايه بقى؟ يعني هو هيستفيد ايه لما يعطلني؟ هو مرضية كده لله في لله؟ وارد، وممكن يعني يحصل ان يبقى عندك اصوات كل هدفها انها تعطلك. لما تروح تشتغل مع كوتش او مع ثيرابيست او سايكو ثيرابيست او تعمل نوع من انواع الهيلينج جورنيز اللي ممكن تعرفك على الاصوات اللي جواك دي، جايز تكتشف ان في اصوات معطلة محتاج تتخلص منها تمام. بس الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي ممكن تبقى طالعة من حتة تانية خالص، طالعة من ان كل سلوك الصوت ده مخك زن عليك انك تعمله هو بالنسبة له هيحقق نفس السعادة اللي انت مستنيها بعد شهر. فطبق القنبلة اللي مليان سكر اللي فيه مش عارف بسبوسة على كنافة على فاكهة على ايس كريم، ولا مش عارف القشطوطة اللي طالعة جديد دي اللي هي فيها كل حاجة دسمة خلقها ربنا بنحطها في طبق واحد، البتاع ده ممكن يقدر يجيبه في خلال ربع ساعة وهيحقق له كمخ نفس ايفوريا السعادة بتاعت انجاز انك زبطتي الفستان وعرفتي تلبسيه في الفرح اللي انت مستنيه. فبالتالي بقوا الاتنين متساوين، وهو كمخنا بروجرامد او وايرد او متبرمج، ربنا سبحانه وتعالى خلقه بيدور على المكافآت القريبة، بيدور على الانستنت ريوردز. طالما في اختيارين واحد قريب واحد بعيد، تأكد ان مخك عايز الفرحة القريبة دي، مش عايزها عشان يعطلك، مش عايزها عشان يسخف عليك، عايزها علشان بالنسبة له it's not worth the wait. ايه اللي يخليني استنى وافرح بعد شهر؟ طيب من الحلقات اللي فاتت عرفنا بقى احنا خلاص ان احنا بنتكلم على ان مخنا بيعمل افعال، فده مش الجزء الواعي في المخ، ده الجزء اللاواعي، ده السبكونشس مايند هو اللي بيسوق وبيتحرك لوحده كده. وتعلمنا برضو ان السبكونشس مايند ده محتاج درايفر او محتاج حد يسوقه ويبقى هو اللي بيمشي كلامه عليه. واعتقد ان احنا قلنا قبل كده المثل بتاع الفيل والشخص اللي بيسوق الفيل. السبكونشس مايند عامل زي الفيل، ضخم جدا جدا، اكتر من 80% من مخنا عبارة عن السبكونشس والانكونشس مايند، وعنده قدرات مهولة، يقدر يهد جبال حرفيا، بس محتاجك تبقى زي الولد الصغير او الراجل او الست الصغيرة او whatever اللي بيسوق الفيل ده،
بالكونشس مايند، حتى لو حجمه اصغر هو عنده القدرة ان هو يسوقه ويخليه يعمل له اللي هو عايزه. فاحنا هنا واحنا بنتكلم على المكافأة او الاشباع الفوري وبين الاشباع المتأخر شوية او المكافأة المتأخرة شوية، ما بين الانستنت والديليد جراتيفيكيشن، محتاج تفهم ان كل الاحلام الكبيرة مرتبطة بالديليد جراتيفيكيشن. من اول ما انت كنت عيل صغير في المدرسة ومحتاج تقعد تذاكر على مدار السنة علشان في الاخر تطلع من الاوائل، في مقابل انك كنت بتضحي بحاجات كتير، بمتع آنية كتير، بإنستنت جراتيفيكيشنز كتير. انا لو قعدت العب جيمز مخي هيتبسط وانا هتبسط اكتر بكتير من اقعد اذاكر. لو ما حلتش الهومورك ودخلت نمت هبقى مبسوط اكتر بكتير من ان اقعد احل الهومورك. بس لو فضلت نايم طول السنة عمال اخد في الانستنت جراتيفيكيشن ده كل يوم، وقت المفترض بيا ان انا ابرفورم بقى البرفورمانس اللي يحقق لي الانجاز الكبير، مش هعرف، هفشل. فساعتها هيجيلي شعور تاني بالاحباط والخزي والشيم وابقى كاره جدا جدا اللي وصلني للنقطة دي. طب اكزامبل المدرسة فاكسان وقديم، تعال نتكلم في اكزامبل خسارة الوزن. انت النهاردة تبقى عارف ممكن تروح لكوتش، ممكن تروح لثيرابيست، ممكن تروح لدكتور دايت، وده الاغلب يعني انك بتعمل كده، وتقعد تتكلم معاه وانا دكتور خلاص وتعبت وقررت وعملت وسويت ومن النهاردة وصدقني لا يمكن مش عارف ايه بتاع مين شمال. طيب فانت بتبقى عارف انك النهاردة وانت في شهر ديسمبر ولا في يناير لما هتاخد قرار ده هيفرق معاك وهتشوف اعظم نتيجة ليه على ديسمبر ولا يناير الجاي. انت عارف ان الخطوة اللي بتاخدها النهاردة هتفرق معاك بعد سنة. عارف ان البطاطساية والكيس الشيبسي والطبق القشطوطة والحاجات الكتير دي على قد ما هي بتبسطك في وقتها، على قد ما هي ممكن تبعدك عن هدفك او تبعدك عن حلمك، ان انا اعيش حياتي بصحة، ان انا ابقى باكل كل الحاجات اللي نفسي فيها باعتدال، ما بقاش سايب مخي هو اللي سايقني. طب ايه اللي بيحصل؟ بتنزل ملتزم فاكر، الكونشس مايند بتاعك صاحي ومصحصح اول يوم، اول يومين، اول 3. هنا انت بقالك 3-4 ايام حارم مخك من الانستنت جراتيفيكيشنز اللي بيحصل عليها كل يوم. احنا اتكلمنا قبل كده على الريزيستنس، والانستنت جراتيفيكيشن واحدة من اكتر الحاجات اللي بتخلي المخ يريزيست التغيير. انا باشا قاعد ملك زماني، كل يوم بتبسط، كل يوم بفرح. وتخيل كده فاير ووركس، وزي ما بتحصل في الاستاد كده تلاقي السما كلها بقت منورة بالفاير ووركس. ده المفروض يبقى بيحصل لما اعمل انجاز كبير، صح؟ انت ما بتروحش كل ماتش تعمل فاير ووركس دي حتى لو كسبت، لكن لما بتكسب بطولة بتعمل فاير ووركس. لكن الزمن الجميل اللي احنا عايشين فيه، وهنتكلم عليها اكتر شوية الحتة دي دلوقتي، خلى المخ بيطلع عنده حاجات كتير قوي تحسسه بالفرحة والسعادة واحساس البطولة ده وهو قاعد ومأنتخ في مكان. فبقت كوباية الميلك شيك اللي مليانة سكر، اللي مليانة شوكولاتة، اللي محطوط عليها بسكوت وسيرب ويب كريم وايس كريم من جوه ومش عارف ايه من بره ومش عارف ايه وبتاع، وتوصل المخ لنفس حالة السعادة والانتشاء والفرحة بتاعة اللي خد ميدالية أولمبية. وبقت الجيم اللي بتقعد تلعب فيها 12 و15 و18 ساعة بتديك نفس إحساس السعادة والفرحة والإنجاز بتاع إنك تخرجت وطلعت من الأوائل على المدرسة أو على الجامعة أو على الجمهورية.
فالمخ هنا الاختيارين عنده هيوصلوا لنفس النتيجة. It's not about ان هو مش عايز انجاز، بالعكس احنا قلنا في كذا حلقة قبل كده وهنفضل نقول طول عمرنا ان الانسان من غير انجاز بيكتئب، وان عندنا احتياج للانجاز طول الوقت. المشكلة هنا ان هو بقى بيتلخبط. طب انا لما بصبر واقعد مستني شهر واتنين وتلاتة وسنة كاملة، مستني عشان ايه؟ عشان الفرحة الكبيرة دي. طب ما انا كنت بحصل عليها كل يوم بطرق تانية، مش فارقة لي بقى الطرق دي صح ولا غلط، قريبة من الهدف ولا بعيد. يا معلم هتبسط دلوقتي. وعندنا في الامثال الشعبية يعني حاجات كتير قوي بتتكلم عن الانستنت جراتيفيكيشن ده. اشهرها عيشني النهاردة موتني بكرة. هو المثل ده طالع تحس ان ده السبكونشس هو اللي بيتكلم. يعني لما واحد يقولهولك تخيل انت ان السبكونشس مايند بتاعك او عقلك اللاواعي هو اللي بيقولك المثل ده، عيشيني النهاردة وموتيني بكرة. ما تكلمنيش على اهداف بعيدة، ما تكلمنيش على فرحة هتحصل كمان سنة. عايز النهاردة افرح، عايز دلوقتي حالا اتبسط. هو ده الانستنت جراتيفيكيشن، هو ده العدو الاكبر لأي حلم وأي مشروع وأي هدف أنت عايز تحققه. ليه بقولك إن هو عدو؟ لأن أولا الكونشس مايند أو عقلك الواعي بيرهق بسرعة، لأنه محتاج طاقة كبيرة قوي عشان يشتغل. فمسيره يهدى شوية، يريح مسكته للجام شوية. وساعتها النسناس ده اللي بيدور على الفرحة الحالية دي هيجري ويشد حاجة تبوظ لك هدفك ده. تبقى انت عايز تظبط رياضة وعايز تتمرن كل يوم ويرجعك تشرب سجاير تاني. تبقى انت عايز تخس وتعيش حياتك بصحة ويرجعك تاكل جانك فود تاني. هتبقى انت عايز ترتب على الدفعة، عايز تنجح وانت بقالك كذا سنة ما بتنجحش في الكلية وزهقت بقى من احساس عدم النجاح واحساس الفشل ونفسك في الانجاز ده، ويجرك تقعد في سايبر بال18 ساعة وما تذاكرش خالص طول السنة. كل واحد فينا مخه عارف كويس قوي السلوكيات اللي بتبسطه واللي بتبسطه حالا دلوقتي حالا، وده بيتعارض بنسبة كبيرة جدا مع الأهداف الكبيرة والإنجازات الحقيقية اللي انت وانتي تقدروا تحققوها. انت عندك القدرة وعندك الباور انك تعمل achievements عملاقة وانس انك فهمت وابتديت تلعب مع الانستنت جراتيفيكيشن ده، بقيتش بتسيبه هو اللي يسوق. طيب اعمل ده ازاي بقى؟ عشان اعمل ده انا محتاج اركز في ايه الحاجات اللي حواليا اللي بتديني الانستنت جراتيفيكيشن ده. وهنا هنتكلم عن النقطة اللي قلنا عليها ان العالم اللي احنا فيه بيزق قوي 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 على الانستنت جراتيفيكيشن. عايزك تعيش طول الوقت مسحول في دوامة الإشباع الفوري، لأنك طول ما انت عايش عبد للحاجات اللي بتبسطك دلوقتي حالا عمرك ما هتعرف تعمل إنجازات كبيرة. من غير ما نتكلم في نظرية مؤامرة أو نتكلم في نظرية مؤامرة أو whatever، أظن يعني كمية القبح اللي ظهرت من العالم في الفترة الأخيرة دي كفيلة إنها تفهمك إن هو مش عايز مصلحتك. فمحتاج تركز إن مفيش حد عايز مصلحتك غيرك. لو أنت عايز مصلحتك أصلا، لو أنت مش سايب دماغك ماشية زي الطور في الساقية وعمالة تتأثر بكل الحاجات اللي بتحصل حواليها من غير ما توقف وتفكر. السوشيال ميديا لايكس من أكتر الحاجات اللي بتعمل انستنت جراتيفيكيشن. وعايز تعرف ده أكتر، خش ريسيرش على أي حد عارف يوفركم الانستنت جراتيفيكيشن ده. لو كان مثلا كونتنت كرييتر أو كان حد بيعمل حاجة ديجيتال. زمان كان الممثلين ولاعيبة الكورة بيتكلموا على دي قوي قوي قوي. بيتكلم على ان هو
اللي منهم عرف يأدابت وعرف يماتيور ان انا الاعتزال دي مرحلة جاية فعرف يشتغل على ده من بدري. لكن اللي منهم سابوا، يعني ليها تعبير شعبي كده بيقولك ندهته النداه، اللي هو ساب نفسه يتساق، ما بقاش بيفكر في اللي بيحصل في حياته خلاص. فالانستنت جراتيفيكيشن دي كانت بتجيلك اعلى بكتير من السوشيال ميديا كمان. انت بتشوف بني ادمين فعلا في الشارع بتجري وراك، بتجري عايزة تصور معاك، عايزين يسلموا عليك في عربيتك وانت بتشتري حاجات من السوبر ماركت، وانت كل ما انت ماشي في حتة انت celebrity, you are being celebrated. وده كان طول الوقت بيدي المخ الإحساس بتاع الفرحة والإنجاز من غير ما أعمل حاجة. فأنا هجتهد ليه وألعب حلو ليه في الماتش، واجتهد ليه وأعمل دور كبير واشتغل على نفسي فيه، وأفضل أخلق فرص لنفسي أحسن إن أنا أتطور وأبقى ممثل عظيم ليه؟ ما خلاص، ما الفرحة هي جاية، ما أنا بنزل الشارع الناس بتسقفلي. ايه اللي يخليني بقى اروح اجتهد واقعد شغال في فيلم سنة ولا سنة ونص، ولا اقعد ادوس على نفسي في التمرين 3-4 شهور عشان في الاخر اكسب بطولة؟ هيحصل ايه يعني؟ الناس هتحتفل بيا في الشارع؟ ما هم بيحتفلوا هم. فاهمين الفكرة جاية منين؟ يعني اصدقائنا الحلوين بتوع السوشيال ميديا بلاتفورمز اللي احنا موجودين عليها دي فهموا النقطة دي جدا، وفهموا ان هم لو خلوا الإحساس ده بيوصل لكل واحد هيخليك عمرك ما تقدر تستغنى عن السوشيال ميديا بلاتفورم ده. وكل ما زاد عدد اللايكس، كل ما زاد عدد الفولورز، كل ما زاد عدد الفيوز، كل عداد من دول عمال يشحن في مخك بإنستنت جراتيفيكيشن. فانت طول الوقت عمال تنسى حياتك وتركز وتتشفط في البلاتفورم ده اكتر. واللي فينا بدأ تيك توك وقال لك انا بس عايز اعرف هما بيعملوا ايه جوه، انا بس بسكرول كده 5 دقايق في اليوم، 5 دقايق بقوا 10، وال10 بقوا 20، وال20 بقت ساعة، والساعة بقت 4 ساعات. واللي بيفتح الستاتستكس بتاعت هو بيقضي وقت قد ايه على الابليكيشنز على موبايله بيتخض. يا نهار اسود، انا بقعد في اليوم 12 ساعة ما بين فيسبوك وانستجرام وتيك توك. 12 ساعة، 50% من حياتي هيضيع على البلاتفورمز دي، عشان البلاتفورمز دي بتدي مخك اللي هو عايزه، بتديله شمة الهيروين اللي هو بيدور عليه. محتاج تبقى فاهم ده وعيله. زيها زي الاونلاين شوبينج، زي فرحة ان انا نزلت ورحت واتفرجت واخترت واشتريت، فانا خارجة من المحل مبسوطة قوي وماسكة الشنطة الجديدة ولا ماسكة كياس الشوبينج وفرحانة بيها. الشوبينج اصلا في حد ذاته سلوك ممكن يؤدي في وقت من الاوقات للادمان، بسبب الايفوريا اللي بتحصل في المخ لما تشتري حاجات كتير نفسك فيها. فما بالك ان ده بقى بيحصل كل ثانية، انت بقى ممكن كل دقيقة تخشي تشتري حاجة، فيتحول ده ان هو اللي بيحللك كل مشاكلك. كل ما هبقى ستريسد في حياتي هعمل اونلاين شوبينج، كل ما هبقى متضايقة هعمل اونلاين شوبينج. بس انا ما باكلش، ما بعملش ايموشنال ايتينج، فانا تمام في حتة، بس في البرسبكتيف الكبير بتاع انت بتحب نفسك ولا لا، تحترم جسمك ولا لا، بتحترم مخك ولا لا. انت هنا ما بتحترموش، لان جزء من احترامه ان انا اوقفه عند حده لو هيضر نفسه. لو انا بحترمه وبحبه فعلا همنعه يضر نفسه. لو انت بتحب عيالك مش هتسيبهم ينطوا من البلكونة حتى لو هو ده اللي هو عايزه. هو عايز يجرب، عايز يكسبلور، قرر ان هو هيعرف يطير، بس انت ما بتسيبوش يعمل ده. محتاج تتعامل مع نفسك بنفس النقطة دي، ان السلوكيات اللي فيها اشباع فوري كتير دي بتضرك مش بتفيدك. استسلامك ليها بيخذلك ويدمر لك حياتك، مش بيسعدك. مش هي دي السعادة اللي بنتكلم عليها لما نيجي نقول ازاي تخس وانت مبسوط.
الانبساط هنا مش هيجي من انك تستسلم للإنستنت جراتيفيكيشن، بالعكس الانبساط هيجي لما تتأكد ان جواك القدرة انك تنتصر على الانستنت جراتيفيكيشنز دي، لما تقرر انك ما تبقاش عبد للشهوات بتاعتك دي. كل حاجة في دي شهوة، وكل مرة بتشبع الشهوة دي مخك بيتبسط ويسقف ويقولك يلا تاني، ومرة في التانية في التالتة في الرابعة اللي كان بيبسطك امبارح هيبطل يبسطك النهاردة، واللي كان بيبسطك من سنة بقى بالنسبة لك ملوش معنى. أنا عايز أكتر عايز أكتر عايز أكتر، لأن دي واحدة من أكبر عيوب الانستنت جراتيفيكيشن، إن هو عمره ما بيشبع. ولو جربت في مرة، وأنا متأكد إن معظمكم أو كلكم جربتوا الجملة دي، لو قلت لنفسك ما جاتش من دي، ما جاتش من الساعة دي، ما جاتش من القطمة دي، ما جاتش من اليوم اللي أفكس فيه للتمرين، مش إن جسمي مرتاح وعايز يقعد يريح النهاردة، لأ أنا قادر إن أنا أروح أتمرن، بس في حاجة تانية هتبسطني أكتر فهفكس النهاردة للتمرين، إلا وسببت لك بعد كده يا إما مشاعر سلبية يا إما منعتك عن الهدف الكبير أصلا. فالانسياق ورا الانستنت جراتيفيكيشن ده ليه تأثير سلبي شديد على صحتك الجسدية، ليه تأثير سلبي شديد على صحتك النفسية، ليه تأثير سلبي شديد على علاقاتك. ممكن يبوظ علاقتك بأصحابك، ممكن يبوظ علاقتك بأهلك، ممكن يبوظ علاقتك بمراتك، لأنك طول الوقت هتجيف إن لسلوكيات مش صحية at all علشان بتبسطك، علشان بتطلع لك شوية نيورو ترانسميترز في مخك تخليه مبسوط، وخلاص هيقول هو ده اللي أنا عايزه. طيب التربية بتفرق جدا في النقطة دي كمان. لو أنا النهاردة وأنا طفل، أو لو أنا عندي أطفال عودتهم إن كل حاجة نفسهم فيها هلبيها لهم، فأنا بغذي الانستنت جراتيفيكيشن، فأنا بخليهم بعد كده لما أنا طالبهم بإنجاز أو هم يبقى نفسهم يعملوا إنجاز يبقوا بيحاربوا وحش عملاق، غير لما أبقى اتعودت واحدة في واحدة إن مش كل حاجة نفسي فيها هتحصل حالا ودلوقتي، وإن في حاجات لازم أصبر عليها. فدي واحدة من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدنا نوفركم الانستنت جراتيفيكيشن. طيب هتقول لي أنا ما بقيتش طفل انيمور وخلاص اتربيت وعانيت ما عانيته في التربية دي، طيب أعرف إزاي أقاوم الإرج ده، أقاوم الرغبة الشديدة دي في إن أنا أحصل على حاجة هتسعدني دلوقتي حالا؟ اعتبرها عضلة، زيك زي ما بتمسك دمبل وتقعد تعمل كده لحد ما تلاقي البايسبس بتاعتك كبرت. في عضلة مقاومة الانستنت جراتيفيكيشن، عضلة مقاومة الإشباع الفوري، هي عضلة وهمية مش عضلة حقيقية، بس هي قوة جواك موجودة جوه المخ، موجودة جوه جسمك، قادرة وتأكد إنها قادرة تقاوم الرغبة دي. بس طالما في مقاومة وفي رغبة في حاجة فيها سعادة، فأنا محتاج أتقبل إني هيبقى المقاومة دي فيها شوية ديسكمفورت، هبقى متضايق شوية وأنا بعمل ده، فمحتاج أتقبل إن الضيق والمضايقة دي جزء من الرحلة، وأفكر نفسي بالهدف الكبير اللي أنا رايح له ده. أنا رايح له ليه؟ هيحصل إيه لما أحققه؟ حياتي هتختلف إزاي لما أحقق الهدف ده؟ 3 حاجات دول من أكتر الحاجات اللي ممكن تساعدك تقاوم الإرجز دي. وعندك مثل شهير يعني ممكن أكونكلود بيه أو أختم بيه الحلقة، ما بين 2 من أعظم لاعيبة الكورة في تاريخ مصر، والاتنين جات لهم فرصة إن هم يعملوا تاريخ مفيش حد عمله زيهم قبل كده. واحد فيهم مشي ورا الانستنت جراتيفيكيشن
فمن وهو صغير عنده 16 سنة، أول ما وصل أوروبا ومسك فلوس في إيده راح اشترى عربية فيراري، ونزل هنا مصر أجازات يترسم مع الناس، مش عشان هو شخص وحش، بس علشان دماغه ما كانتش متسيستمة مظبوط. فعمل شوية إنجازات أقل بكتير من البوتنشال بتاعه، أقل بكتير من البوتنشال اللي كان أي حد بيشوفه بيقول أنت ممكن تبقى من أعظم لعيبة الكرة في التاريخ. فعمل شوية إنجازات، بقى معروف والناس عارفاه في الكام بلد اللي لعب فيهم. معروف في مصر طبعا، معروف في انجلترا، معروف في هولندا، معروف في ايطاليا، على قد النادي اللي لعب فيه، على قد الدوري اللي لعب فيه. ومعروف ان هو كان لعيب اسطوري، لعيب عنده مواهب عظيمة، بس دماغه سوحته. ولعيب تاني يمكن بدأ الاحتراف متأخر عن اللعيب الاولاني ده، بس مسك في كل فرصة جاتله، وكان دايما، وهو اللي بيقول كده، انه دايما بيشتغل على انا عارف الخطوة اللي جاية دي هتحقق لي ايه. انا دايما بحضر للحلم الكبير بتاعي، بس تسلمش وابص تحت رجليا. فطول الوقت معلق نفسه بالحلم الكبير ده، وعارف ان كل مرة بيدوس فيها على نفسه وبيدوس فيها على الرغبة في الإشباع الفوري هو بيقرب أكتر للحلم الكبير. وقد كان، وفي خلال كام سنة بقى من أشهر لعيبة الكورة في العالم كله. بقاش في واحد بس بيشجع كورة في العالم ما يعرفوش، ممكن يبقى بيحبه كمان، أكيد تابع أجوانه. ما راحش لعب في كل دول العالم، بس كل دول العالم عرفته وحبته وهتفت باسمه، بسبب ان هو صبر على الارج بتاعة الانستنت جراتيفيكيشن دي، وقرر يزقها ويقول لها مش انتي اللي هتنفعيني دلوقتي، اللي ينفعني هو الحلم الكبير بتاعي ده. انت كمان تقدر تعمل كده. لو هدفك تظبط علاقتك بجسمك، لو هدفك تخس وانت مبسوط، لو هدفك تبتدي تتمرن، لو هدفك تبطل عادة صحية سيئة بتضرك، جواك القوة وجواك القدرة، والعضلة دي محتاجة تتمرن بس شوية. كمل وزق، وافضل كل مرة ولو مرة واحدة في اليوم تقول لا، أنا مش هجيف إن للإرج دي دلوقتي، أنا مش هستسلم للرغبة دي دلوقتي، أنا عندي هدف أكبر عايز أوصل. دي كانت حلقتنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وفولو سبسكرايب، نشوفكم الحلقة الجاية من بودكاست انت تخنت كده. باي باي.